النزوح السوري مشكلة أكبر من الشعب اللبناني والسوري سوا. لما الضحية بتصير هي المشكلة توقف محتار، ما بتعرف شو بدك تحكي وأي جهة من القصة بدك تشوف. ناس طلعوا من وطنهم ليهربوا من الموت صاروا أداة للمتاجرة باسمهم وحياتهم ومصيرهم. طرف بده إياهم يبقوا بعاد عن حياتهم الطبيعية لأنه بينضغط فيهم سياسيا، وطرف بده يزيد ثروته على حسابهم، وطرف ثالث بده يهاجمهم ليشد عصب جماعته، وطرف رابع وخامس وسادس وعاشر. ساعة لازم يرجعوا لأنه بيسببوا مشكلة ديموغرافية، وساعة ممنوع يرجعوا لأنه منبطل نقبض على اسمهم، وساعة دواعش، وساعة البنى التحتية ما بتتحملون، وألفاظ شي بروس وشي بلاروس. والنتيجة ما في نتيجة. في شعب بأكمله عم يتعاقب، لا ببلده مرتاح ولا برا بلده مرتاح. وكيف بيرتاح نازح؟ كيف بيرتاح حدا بعيد عن بلده؟ طبعا هيدا الحكي كله ما بيعني انه في عنا أزمة بلبنان، لكن مش هني سببها. سببها هي هالقرطة السياسية اللي موجودة، اللي هي لا عملت حل وقت اللي اجوا وحطوهم بمطرح مناسب وملائم ومحصور بشكل ما، ولا هلأ عندهم القدرة انهم يضبطوا الموضوع. وبكل الأحوال الحل سهل لما الدول الكبيرة المؤثرة بهالموضوع بتبلش تشتغل عن جد وعن قانون، وبتطبق عن جد حقوق الإنسان، وببطلوا الجماعة هن سلعة. ساعتها بينحل الموضوع. بلكي بينعمل لجان بتروح على سوريا بتحضر كل شي وبتراقب كل شي، وساعتها بيروحوا كل النازحين على بيوتهم، وما بيعود حدا لا يستغلهم ولا يتاجر باسمهم. ولو خير النازحين ما رح يختاروا إلا بلدهم وبيوتهم وحياتهم الطبيعية.